السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عالم الندوي المتنوع. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم غاطو كلاصي بشكل راقي جدا، شكل اللي مختلف تماما على الشكل اللي سبق ليا او حضرت لكم به غاطو السابق. وكيف ما غادي تشوفوا معايا غادي يجي رائع جدا وغادي يجي جد متميز، لان الكريمه غادي نحضرها بطريقه مختلفه تماما، وكذلك الكلاصاج ولا جينواز. خليكم معنا نشوفوا هاد المراحل. بالنسبه للاجينواز غادي نحتاج 180 غرام ديال سكر حبيبات، 180 غرام ديال الدقيق، و6 ديال البيضات، وكيس ديال سكر فانيلا، وشويه ديال الملحه. البيض راه كيف ما كتشوفوا معايا الحجم ديالو صغير. غادي نضيف هاد المكونات كاملين دفعه واحده، وغادي نحاول نخفقهم جيدا حتى يتغير ليا اللون ديال البيض من الاصفر الى اللون الابيض، ويضاعف الحجم ديالو تماما. البيض من طبيعه الحال راه بالحراره ديال المطبخ. بالنسبه للدقيق انا كنضيفه دائما على دفعات وكيكون مغربل مزيان. وهاد لاجينواز هادي كيف ما شفتوا معايا ما غاديش ندير فيها نهائيا الخميره ديال الحلويات، بيكين باودر. بالنسبه للتنسيم نسمو باي نكهه كتفضلوا. هنا الفيديو راني غير مسرعاه، يعني نتوما لاجينواز ديالكم خدموها غير بشويه، حاولوا داك الدقيق تدخلوه مع المكونات غير بشويه باش هكا ما كينزلش لكم البيض. انا غادي نستعمل هذا المول هذا، القطر ديالو 22 سنتيم والارتفاع ديالو 10 ديال سنتيم. كنوضع فيه هذا الخليط هذا وكنشعل الفرن ديالي على 180 درجه من الاعلى ومن الاسفل، وكندخلو مع كنشعل وكنخدم المروحه حتى كيطيب هذا لاجينواز هذا. كيف ما شفتوا راه درت واحد التقيبه في الوسط باش نشوف لاجينواز واش طابت. وبالنسبه للورق ديال الخبز حاولوا تدهنوه بشويه ديال الزيت باش هكا لاجينواز ديالكم ما تلصقش. ما تبغيو تخرجوها من الفران يعني خليوها حتى تبرد داخل الفرن عاد خرجوها، ما تقطعوهاش نهائيا وهي سخونه لانها تشتت لكم. خليوها حتى تبرد تماما عاد قطعوها. انا غادي نقطعها على 3 ديال القطع كيف ما غادي نشوفوا معايا. شوفوا كيفاش جات الصراحه رائعه وناجحه 100%. كتجي بحال شي اسفنجه وكتجي رطبه بزاف. انا هاد القشره هذه اللي كتكون الفوق انا غادي نزولها، اللي بغى يخليها راه كتجي في الحقيقه كتجي مقرمشه. انا كنفضل انني نزولها. وغادي نحضر الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج غادي نحتاج سكر، ماء، كريمه سائله، كاكاو المر، و4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين. بالنسبه للكميه ديال السكر فهي 200 غرام ديال السكر و70 مليلتر ديال الماء. غادي نخلطهم ونوضعهم على نار مهيله حتى نحصل على واحد السيرو. هاد السيرو غادي نوجدو ونخليه على جنب. جيلاتين كنديرو في الماء، ماء يعني عادي، ماء من الصنوبر او من الروبيني. وهذا هو السيرو اللي حضرت ديال السكر والماء. زولتهم فوق النار ونخليه فوق سطح العمل يبرد. ونجيب كاسرونه اخرى غادي ندير فيها 150 مليلتر ديال الكريمه السائله، وغادي نوضعها حتى هي على النار حتى تسخن. وعاد نضيف هذا الكاكاو المر، ما تضيفوش عليها وهي بارده. سخنوا الكريمه مزيان. بالنسبه للكميه ديال الكاكاو المر راها 70 غرام ديال الكاكاو المر. في هذه المرحله هذه ضروري انكم تخلطوا او تحركوا مزيان هاد المكونات حتى ينسجموا مزيان. وعاد ضيفوا داك السيرو اللي سبق لينا او حضرناه، راه تيكون مازال دافي يعني ما بارش بزاف هكا باش الكاكاو ما كيبقاش لكم التكتلات ديالو ولا حبيبات فيه نهائيا. يعني حركوا هذه المرحله هذه مهمه جدا.
كيف ما تشوفوا معايا راه كيصبح لامع جدا. شوفوا كيفاش كيجي. وعاد كنضيف ليه الكلاصاج. انا عفوا كنضيف ليه الجيلاتين. الجيلاتين راني قطرته من الماء، مشى ليا الكلاصاج. صافي. كنحركهم جيدا وكنوضعهم على النار تقريبا دقيقه او دقيقه ونصف. صافي. وكنزولهم، كنصفيه وكنخليه يبرد فوق سطح العمل. غير كنصفيه كنغطيه ببلاستيك غذائي ملامس هكا ما كيدخلش ليه واحد الكميه ديال الهواء وتكونوا دوك الفقاعات. صافي. وغادي نخليه فوق سطح العمل حتى يبرد. عاد ندخلوه للثلاجه. ملي غادي نبغي نجبدو رانا غنعاود نسخنو ونصفيه المره الثانيه عاد نستعملو. هذه هي الطريقه ديال الكلاصاج اللي كيجي ناجح جدا. وبالنسبه للكريمه ديال الشوكولات انا غادي نحضرها معكم 200 غرام ديال الشوكولاط الاسود، وعندي 200 غرام ديال الكريمه سائله وحده غنخليها سخونه، و250 غرام غنديرها بارده جدا. هاد الطريقه هذه بالنسبه للكريمه ديال الشوكولات كتجي بها رائعه وكتجي ممتازه جدا. ننصحكم انكم تجربوها. الطريقه هذه راها جد 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 ناجحه. شوكولات ذوبوه في حمام مائي وضيفوا ليه الكريمه الساخنه اللي هي 200 غرام ولا 200 مليلتر. وخلطوا مزيان حتى ينسجموا. وبالنسبه ل 250 مليلتر الاخرى ديال الكريمه راني دايرها في المجمد، يعني غادي تكون بارده مزيان. وغادي نضيفوها على هذا الخليط هذا. علاش كنديروا هذه العمليه هكا؟ باش داك الشوكولاط الاسود يذوب لينا مزيان وما كيبقاش يعني التكتلات ديالو. وكنخلط هذا الكل هذا جيدا، وغادي نوضعها في اناء واحد اخر وندخلها للثلاجه تقريبا المده ديال ساعه او نصف ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. المهم كتدخلوها للثلاجه حتى كتبرد مزيان عاد كتخدموا بها. علاش كندير انا هاد الطريقه هكا؟ لان هاد الكريمه هذه بالنسبه للناس يعني اللي كيبغيو انهم يعني يخرجوا تكون عندهم عيد الميلاد او لا شي حاجه بحال هكا كيوجدوا شي كاطو، الكريمه نهائيا ما كتنزلش وكتبقى يعني ثابته وشاده قابطه راسها مده طويله. واخا تخرجيها من الثلاجه تقدري انك هاد الكاطو كلاصي ديه البلاصه اللي تكون بعيده ونهائيا ما كينزلش، ما كتخسر لك لا كريمه لا حتى شي حاجه. جربوا هاد الطريقه هذه راها فعلا ناجحه وعاد كتجي لذيذه هاد الكريمه بزاف. كتجي احسن من الكريمه اللي كنديروها غير عاديه، كتكون ما زعما ما منسمه حتى شي حاجه. كتجي في الصراحه كتجي شي شويه بيسله اللي كتجي شويه باسله. مي هذه كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها. شوفوا معايا الملمس ديالها كتجي حريريه، فما كتجي فيها لا تكتلات، ما كتجي فيها حتى شي حاجه وكتبقى واقفه. يعني تشكلي بها تزيني بها الكاطو ديالك كيف ما بغيتي. غادي نوضعها في الثلاجه وغادي نمر باش نحضر الطبقه المقرمشه. انا درت هنا 80 غرام ديال شوكولاط اسود ذوبته في حمام مائي، وغادي نحتاج كذلك 3 ديال المعالق كبار ديال الفويتين وملعقه ونصف كبيره ديال اللوز كونكاسي. راني حاولت نحمرو شي شويه وكنخلط الكل جيدا. هاد الطبقه هذه بصراحه كتبغي تكون يعني رقيقه، ما تكونش طبقه غليظه لان الشوكولاط كيقسح وبالتالي يعني ما غاداش تبغي تقطع لكم. حاولوا ديروا هاد الطبقه هذه ديروها رقيقه بزاف. انا على حسب الكاطو ديالي اللي درت راه جاتني شي شويه يعني غليظه، وباش نبغي نقطع الكاطو يعني كان شي شويه لقيت شي شويه صعوبه باش نقطع، جاتني شويه قاصحه. هادشي علاش نصحتكم باش ديروها رقيقه. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به لاجينواز، انا غادي ناخذ ملعقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف ليها كاس الا ربع ديال الماء ونخلطهم مزيان ونوضعهم على نار مهيله حتى تذوب ليا هذيك القهوه مزيان، ونوضعهم على جنب باش يبردوا وعاد نسقي بهم لاجينواز ديالي. علاش انا درت القهوه سريعه الذوبان؟ لانها فعلا كتواتى بزاف مع الشوكولاط، لان الكريمه ديال الشوكولاط في الحقيقه كتواتى مزيان مع
مع هذا السيرو هذا اللي ديال قهوه سريعه الذوبان. كنجيب لا جينواز ديالي كنسقيها مزيان، ضروري انكم تسقيوها مزيان. وإلا بالكم ان عندكم بزاف ديال التحضير ديال المراحل، حاولوا تقسموا المراحل. مثلا تقدروا تحضروا لا جينواز بحال اليوم والغد اللي عاد كتحضروا هاد المكونات. تقدروا تحضروا الكلاصاج، يعني الكلاصاج راه كيبقى، تقدروا تحضروه وديروه في المجمد حتى كتبغيو تستعملوه، عاد كتجبدوه تسخنوه وصفيوه، راه كيبقى هو يعني كيبقى صالح مده طويله في الحقيقه الا كان في المجمد. بالنسبه لهاد الطبقه المقرمشه حتى هي تقدروا تحضروها وديروها في الثلاجه حتى كتبغيو يعني تستعملوها، كتعاودوا تسخنوها شي شويه باش داك الشكلاط كيطلق. يعني عندكم الاختيارات. بالنسبه للكريمه حتى هي تقدروا تحضروها وتخليوها، راها كتبقى ما كيوقع عليها والو، يعني تخليوها مثلا نهار كامل في الثلاجه ما كيوقع عليها والو، ما كتنزل ما حتى شي حاجه. يعني كاين صراحه يعني ما كاينش علاش غادي نعكزو، نقدروا نحضروا كل حاجه بشويه بشويه علينا. غادي ندير طبقه ديال الكريمه، طبقه يعني تكون مزيانه ديال الكريمه. الطبقه المقرمشه شفتوا راه ما درت فوق منها لا كريمه لا حتى شي حاجه، خليت طبقه ديال الكريمه هي اللي غادي نديرها، طبقه يعني شويه تكون غليظه، نديرها في الوسط ديال الكريمه. وكنسقي هاد جينواز يعني الطبقه الثالثه كنعاود نسقيها مزيان. ضروري تسقيو جينواز ديالكم مزيان، خصوصا الا كنتو درتوها بحال مثلا الليله قبل ما تدريسيوها، فضروري من اننا نسقيوها مزيان. وكندير الكريمه يعني الجوانب بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا الفيديو راه يعني واضح معكم، وكيف ما شفتوا الطريقه راه سهله، انا ما اعتمدت لا قالب لا حتى شي حاجه، يعني كنخدم غير بالطريقه عاديه. نحاول نقادها وكندخلها المجمد لمده ديال ساعتين تقريبا، خليتها في المجمد حتى جمدات ديك الكريمه مزيان. والكلاصاج ديالي راني خرجته من الثلاجه، عاود سخنته، ماشي يكون سخون بزاف، يعني سخون واحد الدرجه ديال ملي كتوضعوا عليه الاصبع ديالكم نهائيا ما كتحرقوش، ولكن كيكون شي شويه دافي، يعني قريب شي شويه السخونيه. ولونطخومي كيف ما شفتوا راه مجمده، وملي كنوضعوا عليها هذا الكلاصاج هذا راه كيغلفها بشكل رائع جدا. وهذا الكلاصاج انا ننصحكم انكم تجربوها لانها كتجي زوينه بزاف ولامعه. كتجي بحالها بحال شي مرآة في الحقيقه. بالنسبه لواحد البليصه انا بالنسبه لي راه تزقلات ليا، مي رانا غادي نعاود نقادها حيت ما كانش مقابله معايا. شوفوا هذا الكلاصاج كيفاش كيجي لامع بزاف بزاف وناجح 100%. غادي ندخل دابا هذا ندخلها للثلاجه، نخليها واحد المده ديال تقريبا ديال ساعه حتى يقبض هذا الكلاصاج هذا مزيان. وبالنسبه للزين انا راه زينتها غير بطريقه بسيطه، يعني الزين كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم. خديت داك الكلاصاج اللي كان شاط ليا ودرته في الجوانب، يعني درت به على درته في واحد الشيب ديال الحلواني، وبقيت كندير واحد الشكل ديال تموجات هنا مع اللون الاسود. راه شي شويه ما تيبانش، مي في الواقع راه كتبان زوينه صراحه، زوينين دوك التموجات اللي درت شويه ديال فيتين في الجوانب لتحت. وهذاك الهرم ديال اولا داك المثلث اللي درت ديال الشكلاط، خديت الشكلاط يعني ذوبته وشكلته بطريقه عشوائيه ولمعته بملمع ذهبي. والتزيين كيف ما قلت لكم كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب الاشياء اللي متوفره عندكم. وهذا هو الكاطو ديالنا، غادي نشوفوه معايا من الداخل كيفاش كيجي. الصراحه كيجي رائع جدا وكيجي لذيذ 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 بزاف. انصحكم انكم تجربوه، فهو فعلا كيستحق التجربه، وكيكون هذا هو الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار هذا. نتمنى انه يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.